مرحبا متابعي إكستراسكو، نحن هنا في المسرح الجهوي عز الدين مجوبي لتغطية المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي. مرحبا بكم. إذا نجتمع اليوم في هذه الندوة الصحفية لتقديم برنامج المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي في طبعته الخامسة، الذي سيقام إن شاء الله من 27 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. بالطبع هذا المهرجان نبدأ تذكيرية حوله. هذا المهرجان تأسس سنة 2012 بموجب القرار المؤرخ في 16 جانفي 2010. في الحقيقة السيدة سونيا فاجأتني خطرة لما خرجنا من مدينة عنابة، يعني بعد ما خدات التقاعد تاعها، قالت لي رايحة نمشي للوزارة ونقول انا خلاص مادام خرجت من التقاعد ماذا بيا نزيدوا تحيوني من المحافظه والسيده ليندا راني كونتها. فتفاجأت فقلت لها من المستحيل هذه العباره، قلت لها من المستحيل باش انا نخلفك. قالت لي انا راني معاك وانت تكوني محافظه المهرجان. هدفها انه كل المبدعات يكونوا في المهرجانات، في هذا المهرجان النسوي. ولكن اليوم وصلنا لظروف صعبة لأن تحضير المهرجان في شهرين ماهوش سهل، صراحة ماهوش سهل، كان صعيب لنا كمحافظة. ولا لا سينوغرافي ولا لا كوريغرافي المهم اللي شاف البوست الكل تكون تشرف عليهم سيدة، وهذا يكون عندها الحق أنها تشارك في هذه الايام. الشيء اللي نتاسفوا له هو انه المده كانت قصيره، كانت فيها عروض جميله يعني تستاهل انها تكون معنا في المهرجان، لكن للاسف الوقت راكم تشوفوا رانا برمجنا 3 عروض في اليوم. عوده جميله جدا ميمونه ان شاء الله لمهرجان النسوي اللي أسسته الفنانة القديرة الكبيرة صاحبتي صديقتي وأختي رحمها الله، إن شاء الله يجازيها كل خير بالجنة يا ربي. وإحنا ولينا حابين نحيوا هذا المهرجان بقدرات كل من يحب الفن ويحب المسرح. هذه الفكرة يعني حيناها وحبينا نطوروها. أنا عندي تعاونية، قلت ليندا لما لا، هي هن عندها خبره، هي خدمت بزاف في الطابعات، كل الاربع طابعات هذوك هي كانت اشتغلت فيهم. وانا قلت لها انا عندي تعاونيه، لما لا ما نحيوش هذا المهرجان النسوي، لانه راح نشمل كل الفنانات المبدعات في هذا المهرجان. قالت لي لكن قلت لها انا دوكا لي مويا يعني ما عنديش، لو كان نلقى لي سبونسور ونلقى الوزاره تساهم وتدعمني ان شاء الله نحيوه. بعد جا الكوفيد ومن بعد راحت الفكره يا اخي، حتى من بعد عيطت لي ليندا جات قالت انا راح نحيو المهرجان، الوزاره راهي موافقه، يكثر خير ربي اولا اللي سهل لنا في الامور، ونشكروا الوزيره لانها دعمت وقالت القدير وهو على اهله، والحمد لله. وان شاء الله نشوفوا عروض ان شاء الله في المستوى. اولا نشكركم على المجهودات اللي راكم ديروا فيها على تغطيه هذا المهرجان اللي يعتبر حدث فني، وهذا الحدث صراحه تتشرف به كل الجزائر وليس فقط مدينه عنابه، مع انه مدينه عنابه من الضيافه نعرفوها ككل بجمهورها المتعطش والمتذوق لكل عمل مسرحي. ولهذا اولا هذه طبعا هي تكريما للسيده الفنانه الراحله اللي نتاسفوا كثيرا السيده سونيا. وايضا البرنامج هو برنامج ثري ككل، كما كانت في الدورات السابقه، الدوره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وبعد التوقف والعوده بعد 7 سنوات ارتأت محافظه المهرجان انه ما تغيرش شكل المهرجان وشكل البرنامج.